هاعمل معاكم النهاردة أكلة لذيذة جدًا، هنعمل الرز المبهر، من أسهل وأسرع الأكلات اللي ممكن تعملوها، بتتعمل كلها في حلة واحدة، مكوناتها بسيطة وبتعتبر وجبة كاملة، مش هنحتاج جنبها غير شوية سلطة، سلطة زبادي، سلطة خضرا، زي ما يعجبكم، ومن الأكلات كمان الحلوة أوي اللي تنفع في العزومات. يلا بينا نعملها على طول، بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. الأكلة دي بتتعمل بأي فراخ، فراخ بعضمها أو صدور مخلية أو وراك مخلية، ودي اللي أنا استعملتها. الكمية دي تقريبا كيلو إلا ربع. غسلتها وصفيتها كويس أوي من ميتها، ونضفتها من أي حاجة موجودة فيها، دهون أو جلد زيادة أو أي حاجة مش حلوة، وقسمتها على أربعة. ممكن تقسموها بس على اتنين أو تستعملوها سليمة زي ما هي. هنجمعها كلها في طبق وهنتبلها بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، وهنحط بقى شوية حلوين من الكزبرة الناشفة، معلقة كده كبيرة مليانة، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة أو حتى العادية لو مش موجودة المدخنة، ومعلقة صغيرة من التوم الباودر والبصل الباودر. وآخر حاجة هنحطها معلقتين أو ثلاثة كبار مليانين من الخل البلسمك، بيدي مع التتبيلة دي طعم حلو قوي. لكن لو مش متوفر ممكن نستغنى عنه وهنحط بس عصير ليمونة. هنقلب الفراخ في التتبيلة كويس قوي، وهنسيبها بس 10 دقايق على بال ما نجهز بقية المكونات. لو عندكم وقت سيبوها تتشرب من التتبيلة شوية زيادة. هنحتاج لواحدة من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، هنقطعهم مكعبات بالشكل ده، يكون حجمها كبير شوية. الفلفل الأحمر في الوصفة دي ما نستغناش عنه، بيدي طعم رائع مع الرز. وعايزين كمان واحد أو اتنين من الفلفل الحار، هنحطهم مقفولين زي ما هم، يا دوب بس هيدوا طعم خفيف للرز لكن مش هيخلوه سبايسي خالص. وبصلة مفرومة بس فرم خشن، يعني قطع البصل فيها تبقى واضحة مش ناعمة قوي، وجزرة مبشورة. وكده كل حاجة بقت جاهزة معانا، هنسوي على طول. حلة على النار، هنحط فيها شوية حلوين من زيت الزيتون مع معلقة كبيرة من الزبدة، يسخنوا كويس وبعدين نحط فيها الفراخ. هنخلي النار عالية عشان مش عايزينها تنزل ميتها. ولما نلاقيها اتحمرت وخدت لون حلو من تحت، نقلبها على الناحية التانية ونسيبها برضو لحد ما تتحمر، وبعدين نقلبهم كلهم مع بعض دقيقتين كمان. هي كده خلاص هتبقى استوت تلات ارباع سوا. نرفعها في طبق ونسيبها على جنب شوية. لو هتستخدموا فراخ بالعظم في المرحلة دي، هدوا عليها النار خالص وسيبوها لحد ما تستوي كويس قوي. وعلى بقية الدهون اللي باقية من تحمير الفراخ، هنحط معلقة من الزبدة ومعلقة كمان من زيت الزيتون. هنشوح فيهم البصل تقلبتين بس يا دوب يدبل خفيف. اللون اللي البصل خده ده لون تحمير الفراخ، لكن هو لونه ما غيرش. هنحط كمان عليه الجزر وهنقلبه تقلبتين بس كده معاهم، وبعدين هنضيف عليهم الفلفل وهنقلبهم مع بعض دقيقة بس ياخدوا لسعة بسيطة. وهنكون غاسلين الرز ومصفينه، هنحطه يتشوح معاهم شوية حلوين. استعملت كوباية ونص من الرز البسمتي، غسلته كويس قوي وبعدين نقعته بس لمدة نص ساعة وصفيته كويس من ميته. ممكن تستعملوا طبعا رز عادي والكمية زي ما تحبوا، بس لو هتزودوا رز زودوا من بقية المكونات كلها. الرز خلاص اتشوح كويس قوي مع الخضار، هحط عليه بقى نص معلقة صغيرة من الملح والكمون، ومعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة وورق لورا، وهنرجع نحط عليه الفراخ وبعدين نضيف المية. ممكن طبعا تحطوا شوربة بدل المية، أو تستعملوا مكعب من المرقة بيدي طعم ومذاق حلو قوي للرز، بس طبعا ما تزودوش الملح غير لما تدوقوا الطعم. المية أو الشوربة اللي هنضيفها لازم تبقى مية سخنة. كوباية الرز البسمتي بحط عليها كوباية من المية، إذا احتاج بعد كده بزود شوية صغيرة عشان ما نلاقيش الرز عجن معانا. هنسيبه على نار عالية في الأول لحد ما يغلي وبعدين يتشرب شوية من ميته. هنغطيه ونهدي النار عليه خالص، وهنسيبه من 15 ل 20 دقيقة لحد ما يستوي. إذا لقيتوه محتاج مية حطوا معلقة أو معلقتين بس مية سخنة، واقفلوا عليه. سيبوه 5 دقايق هو هيستوي على بخار. بلاش نزود في الأول مية كتير عشان ما نلاقيش الرز عجن معانا. لما نحتاج نزود. هو خد معايا بالظبط، يعني كوباية ونص خدت معايا بالظبط كوباية ونص مية، وزودت أقل من ربع الكوباية مية، وطلع مستوي ومفلفل بالشكل الحلو قوي ده. ونحط عليه قطع الفراخ ونزينه من على الوش بشوية من الكزبرة الخضراء. وجبة حلوة جدا وسريعة وما خدتش وقت في تحضيرها، هتنجز معاكم في أي وقت. الرز شارب من تتبيلة الفراخ ومستوي كويس قوي ومفلفل في نفس الوقت. الفراخ كمان مستوية كويس جدا وطعمها حلو قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبألف هنا على قلوبكم مقدما، واشوفكم على خير.